السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم اطيب سمبوسة مقرمشة ولذيذة بمكونات كلش سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. نجيب طاوة ونضيف بيها كوبين من المي وملعقتين شاي صغيرة من الملح وملعقة شاي من السكر راح تنطيله قرمشة للعجينة. ونضيف ملعقتين أكل من الزيت، على كل كوب مي نضيف ملعقة من الملح وملعقة من الزيت، ونخليها على النار لحد ما تبدي تغلي. وبجهة ثانية راح نحضر المكونات الجافة. هنا عندنا كوبين من الطحين وملعقتين أكل من النشا، ننخلها حتى تدخل بيها هواء ولما نعجنها ما تتكتل ويانا. النشا هو المكون الأساسي اللي تنطيله القرمشة للسمبوسة. نخلطهم سوا حتى تتجانس المكونات الجافة وننتظر المي تغلي. بعد ما تغلي المي نضيف له الطحين ونبدي نعجنها على السريع حتى ما تتكتل ويانا الطحين. لما نشوفه تكورت العجينة وامتصت كل السوائل ننزلها من النار ونعجنها فوق الميز. هسه صارت العجينة جاهزة. إذا بقت زايد على النار راح تحترق العجينة. راح نعجنها بالملعقة لأن بعدها حارة. لما تدفى ويانا العجينة ننزلها ونبدي نعجنها بدينا. قد ما نعجنها راح تصفى وتصير لينة وسلسة أكثر. بعد ما دفت العجينة راح ننزلها ونبدي نعجنها بدينا تقريبا 3 دقايق لحد ما تصفى ويانا العجينة بالكامل. هسه صارت جاهزة، هذا تكون قوامها. هسه العجينة صارت جاهزة، راح نكورها ونبدي نقطعها قطع صغار. تحبون تفتحوها قطعة كبيرة وتقطعوها بالقطاعة، أو تسووها كور صغار وتفتحوها واحدة واحدة حسب رغبتكم. العجينة كلش لينة وتنفتح بكل سهولة، ما تعب أبد. راح نغطيها بالنايلون حتى ما تيبس العجينة ونبدي نقطعها قطع صغار. الحشوة عندي حشوة بوتيتو مسلوقة وصدر دجاج، الحشوة حسب رغبتكم. نجيب القالب مال السمبوسة ونخلي بيها قطعة من العجين. هاي القالب كلش حلوة للسمبوسة، ونخليها بالقالب ونضيف بيها الحشوة ونسده بكل سهولة. تطلع لنا السمبوسة جاهزة وبشكل كلش حلوة. والثانية راح نسويها بحشوة البوتيتو. هذا القالب الحلو بيها هو يفتح وهو ينطيله الشكل. واللي ما عندها من هذا القالب تفتح العجينة بكل سهولة، تنفتح مثل ما قلنا. العجينة كلش طرية ولينة. ونجيب القالب الصغير مال السمبوسة، متأكدة بكل بيت عراقي موجود هذا القالب مال السمبوسة أو مال الكليتشة. نخلي بيها العجينة ونحشيها بنفس الطريقة، نسدها وتصير ويانا أحلى سمبوسة. يعني مو شرط إلا القالب الكبير. وإذا ما عندكم من هذا القالب همينة راح نعطيكم فكرة سهلة. نفتح العجينة ونحشيها ونسدها من الأطراف كلش زين. ونجيب شطل وندوس عليها بالشطل وننطيله الشكل السمبوسة، يعني مو شرط إلا قوالب. ونكمل الكمية بنفس الطريقة ونخليهم بصينية وجواها نايلون وننزلها بالمجمدة لحد ما تجمد. وبجهة ثانية راح نحضر طاوة وبيها زيت ونضيف بيها السمبوسة. الزيت تكون حارة. بعد ما نضيف بيها السمبوسة راح ننصي النار عليها حتى تتقلى على راحتها وتصير مقرمشة ولذيذة. إذا قليتوها على نار عالية راح تطلع لينة وما تصير مقرمشة. لما تاخذ لون ذهبية حلوة ننزلها ونخليها على مناديل المطبخ حتى تسحب الزيت الزايد. ونكمل التقلاء بنفس الطريقة على نار هادية
ولحد ما تاخذ لون ذهبية حلوة. وبعدها نخليها بطبق التقديم، وهذا شكلها النهائي بعد ما قدمناها. وصفة كلش طيبة ولذيذة، أوصيكم تجربوها وكلش مقرمشة وهشة وتذوب بالفم. هسه راح أشوفكم القرمشة مالتها، شوفوها ما شاء الله كلش مقرمشة وتتكسر وتجنن، يعني لازم تجربوها. والعجينة مالتها كلش سهلة وبسيطة. وهاي الثانية بحشوة البوتيتا مثل ما تلاحظون كلش مقرمشة ولذيذة، وشقد ما تبرد تبقى مقرمشة وتخبط. لازم تجربوها. وأهم شي المكونات العجينة سهلة وبسيطة، مجرد طحين وزيت ومي، والحشوة حسب رغبتكم، تحبون سبيناغ جبن أو لحم مثروم حسب الموجود. تسوون كمية وفيرة وتخلوها بالمجمدة، وقت الحاجة تطلعوها، وتفيد للريوق للعشاء. وصفة سهلة وسريعة، بدقايق تكون وياكم جاهزة. لحد ما تحضرون الشاي العجينة تكون جاهزة. والحلو بها ما تتعب أبد وتنفتح بكل سهولة. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي. واللي تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد. وأقول لكم ألف عافية.